قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والمرة ديت جاي لكم بأنمي جديد محدش لخصه لسه، فعاوزك كده تتحمس معايا لأنك هتشوف عظمة بجد. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفنا، وكالعادة في شخصية أنمي محطوطة في الفيديو دوت، فلو لقيتها بكتب لنا في التعليقات لقيتها في الثانية الكام. وبس كده كلام ويلا بينا نبدأ. بتبدأ قصتنا بقى يا معلم، وبنشوف واحد قاعد في امان الله وبيلعب لعبة كده، ولكنه فجأة بيتعب وبيغمى عليه وبيحس بعدها انه في مكان غريب. ولما بيفتح عينه بيلاقي انه اتنقل لغابة غريبة كده، ومش بيكون بطلنا فاهم ازاي هو وصل لهنا. ولكن وقتها في واحدة بتيجي ليه وبتقوله انت صحيت اخيرا يا ملك. وبطلنا بيتصدم لما بيشوفها وبيقول ان ديت المفروض ايفا، وبيكون مصدوم من انها بتكلمه. وبنعرف ان بطلنا كان بيلعب لعبته المفضلة، وهي لعبة كده اسمها الامم البدائية، وكان بيلعبها وهو في المستشفى. وان ايفا ديت المفروض شخصية في اللعبة، وهي كمان اكتر شخصية هو بيحبها. وبيكون بطلنا مستغرب ومش فاهم ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي جابه لهنا اصلا. بس ايفا بتنادي عليه تاني وبتقوله انها عارفاه كويس، وبتقوله انه افضل لاعب في لعبة الامم البدائية، وانهم سوا غزوا اراضي كتيرة جدا، وانها كانت عارفاه من عالمه الحقيقي وكانت بتسمع كلامه ليها دايما. فبطلنا كده بيعرف ان هو جوه اللعبة اللي كان بيلعبها، وبيقول لايفا انه مبسوط انه قادر يكلمها، فهي بتقوله انها كمان مبسوطة بكده. فبيسألها بطلنا وقتها لو كانت هي اللي استدعته للعالم دوت، ولكن ايفا بتنكر دوت وبتقول انها اتنقلت لهنا برضه ومش فاهمه ايه اللي حصل زيه. فبطلنا بيقول انهم اتنقلوا بطريقه غريبه لهنا، ولكن ايفا بتقول انها فرحانه بكده، وده لانها اخيرا قابلته في الحقيقه، وانها مبسوطه جدا بانه موجود في عالم اللعبه معاها. وبتنادي عليه باسم الملك تاكوتو، وبتقول انهم ممكن يبداوا من جديد في غزو العالم دوت سوا زي ما عملوا قبل كده. وبتقول انهم يقدروا يبنوا مملكه ليهم ويخلوها تزدهر. وتاكوتو وقتها بيكون قلقان من اللي بيحصل وانتقاله للعالم دوت فجاه، ولكن لما بيشوف حماس ايفا بيتحمس هو كمان، وبيقول لها انهم هيبداوا سوا من جديد وهيبنوا مملكه ليهم هما الاتنين. فايفا وقتها بتفرح جدا بكلامه وبتبدا انها تتعهد ليه بالولاء، ولكنهم بعدها بيضحكوا سوا لان الموضوع محرج شويه. وتاكوتو بيقول لايفا ان اول حاجه لازم يعملوها في العالم دوت انهم يستكشفوه، وبيستخدم سحره وقتها وبيستدعي كائن صغير كده، وبيقول لايفا ان دوت اللي هيقوم بمهمه الاستكشاف. وبيعرفها انهم في لعبه الامم البدائيه بيكونوا من حضاره شريره، وان لو في اشخاص غيرهم في الغابه ديت هيكونوا بيكرهوهم وفاكرين انهم اشرار، فعشان كده هيبعت الحشره ديت للاستكشاف، وده لانه مش عايز حد يعرف عن وجودهم. وبيامر الحشره ديت بجمع المعلومات عن المنطقه من حواليهم. وايفا بتقول للحشره ديت انها ما تخيبش ظن تاكوتو اللي هتعمل منها بطاطس محمره. والحشره بتخاف من ايفا وبتفك سبرنت عشان تنفذ مهمتها. وتاكوتو بيقول انه بيقدر يشوف اللي بتشوفه الحشره بتاعته، وان ديت برضه كانت ميزه عنده في اللعبه. وبيقول بطلنا ان طاقته السحريه ضعيفه جدا في العالم دوت، وان استدعاء الحشره ديت اخد نص طاقته السحريه. فبتقول له ايفا انه كده لازم يرتاح وما يهدرش قوته السحريه عشان لو ظهر ليهم عدو يقدروا يغلبوه. فبيوافق تاكوتو على كلامها، وايفا بتقول له انها هتقاتل عشانه وهتحميه، ولكن بطلنا بيقول لها تنيلي انت ضعيفه برضه عن الاول. وبيقول ان قوتها المفروض هتزيد مع مرور الوقت، ولكن حاليا لو واجهت فارس قوي هيتغلب عليها بسهوله. وتاكوتو بيقول ان شكله كان حاطط اللعب على الوضع الصعب، وبتكون الحشره لسه مستمره في مهمه الاستكشاف بتاعتها. وتاكوتو بيكون بيراقب اللي هي بتشوفه، وبيقول ان الغابه ديت غريبه جدا لان مفيش فيها اي حيوانات او وحوش حتى. ولكن ايفا بتقول له ان الغابه سهل الاختباء فيها وان ممكن الوحوش يستخبوا عادي. وبيقتنع بطلنا بكلامها، ولكن بيقول ان مفيش اي مصدر للتغذيه في الغابه ديت، وان ممكن عشان كده مفيش اي حيوانات فيها. وايفا بتتاسف ليه لانها مش قادره تساعده بحاجه وبتكون محبطه، ولكن تاكوتو بيواسيها ووقتها بتتحمس من تاني وبيكون بطلنا مبسوط بكده. ولكنه فجاه بيشوف مجموعه من الالف الظلامي، وبتكون الحشره اللي لقيتهم، وبيقول ان في كتير جدا منهم، ولكنه بيلاحظ عليهم التعب. وبيكون بطلنا قلقان لان كده في مستوطنه من الالف المظلم قريبه من مكانهم، وانه كده ممكن يدخل في حرب معاهم وهو لسه ضعيف. ولكن ايفا بتطمنه وبتقول انهم ما يعرفوش بوجودهم. فبيقول لها بطلنا فعلا، وبيقرر انه يراقب مستوطنه الالف ديت ويجمعوا عنهم معلومات، ولو لقوا انهم خطيرين يقدروا يروحوا لمكان تاني هو وايفا ويجمعوا قوتهم ويرجعوا ليهم بعدين. وايفا طبعا بتطبل ليه وبيكونوا مبسوطين جدا بكده، ولكن الصدمه ان ايفا بتحس بحاجه. هو بيطلعوا مجموعه من الالف المظلمين، وبيكون بطلنا مستغرب من وجودهم، وبتستعد ايفا للقتال. وبنعرف احنا بقى ان الالف دولت كانوا بيستكشفوا الغابه عشان يلاقوا شويه اكل، وبيكون الشخص دوت هو قائد المجموعه ديت واللي بيكون اسمه بيل. وبتكلموا واحده معاه وبتقول له ان الغابه ديت ملعونه وانهم لازم يطلعوا منها في اسرع وقت، وانها سمعت ان في حاجه شريره ومرعبه مختومه في اعماق الغابه ديت. ولكن بيل بيكون رافض فكره انهم يسيبوا الغابه، وبيقول ان الاطفال وباقي المجموعه يموتوا من الجوع. وبيقول للبنت اللي معاه ان الاشجار بتنمو بكثره فاكيد في اكل موجود في الغابه ديت. وبيقول في نفسه انهم اتطردوا من مملكتهم، ولو ملقوش اكل بسرعه فهيكون مصيرهم الموت. ولكنه بيتجمع
بيتجمد مرة واحدة من الرعب، وبنشوف انه وصل قدام بطنة وايفا، ولكنه بيكون شايف بطنة كوحش مرعب عنده هالة شيطانية، وبيبدأ يتأسف لبطنة هو وباقي مجموعته لانهم دخلوا الغابة من غير اذن، وبيعرف عن نفسه وبيقول ان اسمه بيل وانه كبير المحاربين. فبتسأله ايفا وقتها عن سبب دخول الغابة ديت، فبيقول لها ان قادة الالف الاربعة طردوهم من مملكتهم، وبيكون هيحكي القصة بالتفاصيل، بس ايفا بتتعصب وبتقول له يختصر. فبيقول لها ان مجموعة الالف المظلمة اللي معاه ما كانش عندهم مكان يروحوا ليه، بعد ما اتطردوا فاضطروا انهم يدخلوا الغابة ديت. فبيقول له بطلنا ان مجموعته ضعاف وتعبانين جدا، فبيقول له بيل فعلا وانهم تعبانين بسبب هروبهم من اللي كانوا بيطردوهم. هو بيقول ان شعبه اتعرض للظلم والاهانة بقدر كبير جدا، وانهم حاليا ضعاف ومن غير اي مأوى. هو بيكون بيل حزين جدا على اللي حصل لشعبه، ولكنه ساعتها بيلاقي تفاحة بتتحدف ليه، وبيلاقي كمية كبيرة جدا من التفاح، وبطلنا بيقول له ان التفاح دوت ليكم. هو بيمسك بيل التفاح ولكنه بيتردد في اكله، بس اللي معاه بيكونوا مبسوطين على الاخر بيه، وبنشوف ان كلهم اكلوا منه. بطلنا بيطلع نوع كمان من التفاح، وايفا بتسأل بيل وقتها عن السبب اللي خلاه ما ياكلش، فبيل بيتأسف ليهم وبيعرفهم ان لسه في مجموعة اكبر منهم، وان معاهم اطفال، وانه بيفضل يدي الاكل دوت للاطفال وباقي المجموعة بدل ما ياكله هو. فساعتها بطلنا بيقولوا ان في اكتر لسه، وانه هياكل كامل مجموعته. هو بيبدأ يطلع اكل كتير جدا من معاه وسط صدمة بيل، وايفا كمان بتكون مصدومة من اللي بيعمله بطلنا، ولكن بيل بيقول ان الف النور دايما كانوا بيعذبوا شعبهم، وان محدش مد ليهم ايد العون غير بطلنا. وبيكون الالف مبسوطين جدا بكمية الاكل ديت، وباللي بيسأل بطلنا عن اسمه، ولكن تاكوتو بيقولوا انه يقدر يروح دلوقتي ياكل شعبه، وفعلا دوت اللي بيحصل. وبنشوف ان الف الظلام بيكونوا متبهدلين فعلا وحالتهم صعبة جدا، ولكن بيل بيوصل هو ومجموعته بالاكل، وبيبدأ كل الالف انهم ياكلوا وياكلوا الاطفال، وبيكونوا كلهم مبسوطين جدا بالاكل دوت. وفي واحدة بتسأل بيل عن مصدر الاكل دوت، فبيقول لها انه لاقيه عادي في الغابة، وبيكون خايف يعرفهم مصدر الاكل دوت. وفي الليل بيكون الكل ناموا ما عدا بيل اللي بيكون بيفكر، وساعتها بيجي له واحد من الشيوخ وبيحييه على اللي هو عمله، ولكنه بيسأله عن اللي حصل، وان اكيد هما ملقوش كل الاكل دوت مرمي في الغابة كده. فبيقول له بيل الحقيقة وقتها، وانه قابل كائن اسطوري في نص الغابة، وان في اسطورة كانت بتقول ان في حاجة مرعبة وشريرة مختومة في الغابة الملعونة. فبيقول له الشيخ دوت انه على الاغلب قابل ملك الخراب، وبيعرفه انه مذكور في الكتب القديمة ان العالم لما يكون في حالة دمار وظلمة يظهر ملك الخراب، وانه هيدمر كل حاجة ويخلي الناس يبداوا من جديد. وبيل بيقول انه يستاهل لقب ملك الخراب لان حالته مرعبة جدا. فبيسأله الشيخ لو قدر يكلمه، ولكن بيل بيقول له انه كلم الخادمة بتاعته، وهنا قصده على ايفا. وبيسأله الشيخ وقتها لو اداله حاجة في مقابل الاكل دوت، ولكن بيل بينكر دوت. هو بيقول ان ملك الخراب اشفق على حالهم وقرر يساعدهم، ولكن الشيخ بيتعصب منه وبيقول ان ملك الخراب مش شخص طيب عشان يعمل كده. ولكن بيل بيتعصب اكتر وبيقول ان لولا الاكل اللي اداه ليهم كان زمان نصهم ميت دلوقتي. هو بيقول انهم لازم يكونوا شاكرين ليه. فبيتأسف الشيخ من بيل وبيقول ان عنده حق، وبيقول انه هيحاول يتفاوض مع ملك الخراب. وفي الوقت دوت بنشوف ايفا اللي بتكون متعصبه على الاخر من بطلنا، وبتقول له ازاي تضيع قوتك السحريه على الاكل اللي اديته لمجموعه الالف ديت. فبيقول لها تاكتو انه زعل على حالهم وقرر يساعدهم، ولكن ايفا بتقول له ان دوت غلط وانه لازم يحافظ على قوته السحريه. فبيتأسف ليها بطلنا وبيقول لها انه يحاول يحافظ على قوته بعد كده. فايفا بتهدى وقتها لما بتلاقي ان بطلنا زعل، وبتحاول انها تبسطه وبتساله عن خطته الجايه. فبيقول لها بطلنا انه عاوز يحسن اسلوبه في الكلام لانه بيتكلم معاه بحريه، انما لما حاول يتكلم مع الالف المظلم معرفش. وبيقول بطلنا انه واضح كده انه متوحد ومالوش في الكلام الكتير. فبتحاول ايفا وقتها انها تواسيه. وفي اليوم التاني بنشوف كبير شيوخ الالف وهو بيكلم بيل، هو بيعرفه انه لازم يرجع ويقابل ملك الخراب ويعرف منه طلباته، وانه اكيد ادالهم الاكل مقابل حاجه هو عاوزها. ولكن بيل بيقول له انه مش عاوز حاجه وانه اشفق عليهم وبس. بس الشيخ بيقول له انهم برضه لازم يدوا له حاجه في المقابل عشان يسلموا من شره بعدين. فبيوافق بيل على كلام الشيخ، وبيقول انهم لازم يطلبوا منه انهم يفضلوا في الغابه ديت لانهم لو طلعوا منها هيكون مصيرهم الموت. وبيقول له الشيخ فعلا، وبيقرروا يروحوا يتكلموا مع بطلنا ويتفاوضوا معاه. وبنشوف ان الحشره بتاعت بطلنا بتكون بتراقب كل دوت، وبتروح وبتنقل ليه الاخبار. وبيعرف بطلنا وقتها ان الالف جايين ليه، وبتقول له ايفا انهم طبيعي يرجعوا لان الاكل اللي اداه ليهم كان كتير جدا لدرجه انهم اخدوا نصه بس، واكيد هيرجعوا عشان ياخدوا الباقي. ولكن بطلنا بيكون قلقان من حاجه، فبتساله ايفا عنها. فبيقول لها انه مش بيعرف يتواصل مع حد بطريقه كويسه، وبيكون خايف انه يعك الدنيا مع الالف ويفكروه شرير بجد. فبتقول له ايفا وقتها انها ممكن تتكلم بالنيابه عنه كونها مساعدته، وتتولى هي المفاوضات مع الالف بنفسها. فبيرتاح بطلنا من كلامها حبه، وبيقول لها انه يعتمد عليها. فبتفرح ايفا جدا بكلامه. وفي الليل بيوصل بيل وشيخ الالف لعند ابطالنا، وبيعرف الشيخ عن نفسه لبطلنا، وبيقول انه كبير الالف وانه بيشكره جدا على الاكل اللي قدمه لشعبهم. وايفا بتعرف عن بطلنا وقتها وبتقول ان هو ملك الخراب تاكوتو، والشيخ بيسمع اسمه وهو مرعوب حرفيا.
حرفيا. ولكن ايفا بتقوله انه واضح ان عنده حاجه عاوز يقولها، فبيقول لها الشيخ فعلا وبيعرفها انه عاوز يعرف ايه المقابل للاكل اللي اداه بطننا ليهم. ولكن ايفا بتقوله انهم ممكن ياخدوا باقي الاكل ويمشوا، وان الملك تاكوتو مش عاوز منهم حاجه في المقابل، وان هم اصلا مستحيل يقدموا ليه حاجه مقابل الاكل بحالتهم ديت. فالشيخ بيكون مستغرب وايفا مش بتكون طايقاه اصلا وعاوزه تخلص عليه. ولكن تاكوتو بيلحق الموقف وبيقول لها ان عاوزها في حاجه، ولكن ايفا بتكون مش عاوزه تسمع من تاكوتو حاجه، وبتقول انهم فاشلين جدا في التفاوض، وبتقول انهم لازم يخلصوا عليهم هنا عشان ما يكونوش عقبه ليهم في المستقبل. وطبعا هم بيكونوا سامعين الكلام دوت ومش قادرين يفتحوا بقهم بحرف. وتاكوتو بيهدي ايفا وقتها وبيقول لها انهم اكيد عاوزين يعملوا اتفاق معاهم يرضي الطرفين. فبتسمع ايفا الكلام وبطلنا بيقول لها انهم ممكن يطلبوا منهم حاجه في مقابل الاكل، وده عشان ما يفضلوش خايفين منهم وفاكرين انهم هيعملوا ليهم حاجه. وايفا بتقول لبطلنا انه عبقري جدا، وبتعرف بيل وشيخ الالف ان بطلنا فعلا عاوز حاجه مقابل الاكل اللي اداه ليهم. فبيرتاح شيخ الالف شويه وبيقول بطلنا انه كده اطمن انهم مش هيأذوا شعبه. وبتكون ايفا مبهوره من ذكاء بطلنا، ولكن بعدها بتكون محتاره هتطلب منهم ايه في المقابل. فبيساعدها بطلنا وقتها وبيطلب منها تسالهم عن العالم الخارجي. فبتقول لهم ايفا انهم يعرفوا بطلنا كل حاجه عن العالم بره الغابه ديت، وان دوت المقابل اللي هم عاوزينه. فبيقول لها الشيخ انه عاش كتير جدا وانه يعرفهم كل حاجه عن العالم الخارجي. فبتقول له ايفا ان دوت المطلوب، وبتقول له ان اول ما يعرفهم اللي عنده لازم يمشوا ويسيبوا الغابه ديت. فساعتها بيل بيكون متضايق وبيلاحظ بطلنا كده، والشيخ بيحاول يطلب منهم الاذن وقتها عشان يفضلوا في الغابه ديت. ولكن ايفا بتقول ان دوت شيء مش هيحصل، وبيكون بيل عاوز يعترض على كلامها، ولكن الشيخ بيسكته وبيشكرهم بعدها وبيكونوا ماشيين. ولكن بطلنا بيكون متضايق انه يطردهم من الغابه كده، وبيقول انهم ممكن يموتوا بسبب كده لان ما عندهمش حته تانية يعيشوا فيها، وبيكون عاوز حل يرضي كل الاطراف. وبيفكر في حاجه وقتها وبيوقف بيل وشيخ الالف وبيقول لهم ايه رايكم انكم تكونوا من اتباعي، وبينصدموا وقتها من طلبه. وحتى ايفا بتقول له انت بتعمل ايه بس يا عم، انت مش مكتفي بيا ولا ايه؟ ولكن بطلنا بيقول لها ان الف الظلام اقوياء في الاغتيال وسحر الظلام، وانهم كمان عاوزين يعملوا مملكه، وعشان كده لازم يكون عندهم جنود وسحرة يساعدوهم. ولكن ايفا بتقول له ان الالف دولت مش اشرار زيهم وممكن يقلبوا عليهم في اي وقت. بس بطلنا بيقول لها انها مخاطره ولكنهم لازم يعملوها عشان يبقوا اقوياء وعندهم حلفاء، وبيطلب منها تعرفهم مطالبه ديت. فبتوافق ايفا على كده، وبتعرفهم انه تاكوتو عاوز يعمل مملكه كبيره وانهم ممكن يكونوا جزء من المملكه ديت. فبيقول لها شيخ الالف وايه اللي هيحصل لينا لو وافقنا. فبتعرفوا انهم هيخدموا بطلنا بكل اللي عندهم من قوه، وانه في المقابل هيوفر لهم الحمايه ويفضلوا في الغابه ديت. ولكن بتعرفوا حاجه اخيره، وهي انهم لو بقوا من اتباع بطلنا هيكونوا مجبرين ينفذوا اي حاجه يقولها، وده حتى لو كانت شريره. وبتقول لهم ان عندهم وقت يفكروا فيه. وبعد حبه وقت بنشوف بطلنا وايفا في طريقهم لمجموعه الالف، وبتقول ايفا انهم اخدوا وقت عشان يوافقوا على عرضه. فبيقول لها بطلنا ان دوت طبيعي بعد اللي قالته ليهم. وبتقول له ايفا انها قادره تشوف مخيمات الف الظلام من هنا، وبيكونوا وصلوا ليهم فعلا. وبيبدا الكل بالترحيب بالملك تاكوتو، وبيكونوا كل الالف في حاله ذهول وخوف من هاله بطلنا. وبطلنا بيوصل لعند عرشه الجديد، وبتقول له ايفا ان كل الالف اتجمعوا عشان يرحبوا بيه. وبيقول لها تاكوتو ان كده كل الشروط بتاعته اكتملت، وبيقول ان ديت اول خطوه في تكوين المملكه بتاعتهم. وبيرحب بكل الالف بعدها في مملكته اللي اسمها يوتوبيا، ودوت اسم من عندي عامه. وبنشوف بعدها ان الالف بيكونوا بيفتكروا اسوأ اللحظات اللي عاشوها، ودوت بسبب الف النور اللي عذبوا شعبهم وبهدلوهم على الاخر. وبيكون بيل وباقي الف الظلام شايفين ان بطلنا اكتر حد ساعدهم ومد ليهم ايده لحد دلوقتي، وبيبداوا كلهم يهتفوا بفرح باسم بطلنا ويشجعوه، وبيكونوا قبلوا بطلنا كملك ليهم. وبعد حبه ايام بيقول بطلنا انه عمل مملكته فعلا، ولكن بيكون لاحظ حاجه مخوفاه جدا وبيوريها لايفا. ولكن ايفا بتقول له ده خريطه للقاره اللي هم فيها. ولكن بطلنا بيقول لها ان الموقع بتاعهم زي الزفت، وده لانهم محاصرين بين مملكتين كبار جدا. وبيعرفها ان المملكه الاولى بتكون خاصه بالبشر، وايفا بتقول ان واضح انهم طيبين. وبطلنا بيكمل وبيقول لها ان المملكه الثانيه بتاعت الف النور وانهم طيبين برضه. وهو بيقول ان كده لو عرفوا عن مملكتهم الشريره ديت فييجوا يخلصوا عليهم سريع سريع. وبطلنا بيصيح بقى لان ما عندهمش جنود اقوياء عشان يدافعوا عن نفسهم. وايفا بتقعد تصيح جنبه وبتقول ان حتى الغابه الملعونه ما فيهاش اي موارد يستفادوا منها. ولكن بطلنا بيقول ان كويس ان الف الظلام كويسين في جمع المعلومات، وانهم كده عرفوا موقعهم والخطر اللي بيحيط بيهم. فبتقول له ايفا ان عنده حق، وبيقول لها بطلنا انهم لازم يبداوا يعينوا الالف في مناصب كويسه ليهم. فايفا بتقول له فعلا، وبيستدعي بطلنا بيل وشيخ الالف، وبيل بيكون جايب معاه واحده كده اسمها ايميليا. وبيقول لبطلنا ان ايميليا ذكيه جدا وعارفه معلومات كويسه عن الاجناس التانيه واكيد هتكون مفيده ليه. فايفا بتشكره انه بيشوف شغله كويس. وبتقول ايفا ان بطلنا قرر يعينهم في مناصب ليهم. وبتقول لشيخ الالف انه هيكون المسؤول عن شؤون الدوله وانه هيدير الموارد وكده. فبيقبل الشيخ بالمنصب دوت. وايفا بتعرف بيل انه هيكون قائد الجنود. فبيفرح بيل جدا بالمنصب دوت، وبيقول انه هيحارب اي عدو بكامل قوته وهيحافظ على سلام المملكه. فبيقول له تاكوتو انه يحافظ على سلام المملكه وبس. وايفا بتعرفه ان بطلنا مش عاوز اي حرب في الوقت الحالي، فهو يركز عن الدفاع
عن المملكه وغير كده ما يعملش، فبيوافق بيل وقتها على كلامهم. وبتقول ايفا ليهم انهم لازم يرتاحوا دلوقتي، ولكن بنشوف انهم مش عاوزين يرتاحوا اصلا وبيكونوا عاوزين يشتغلوا، كل واحد فيهم بيكون عاوز يثبت قدرته على خدمه بطلنا اكتر. فبتقول له ايفا انه لازم يكلفهم بحاجه، فبيفكر بطلنا حبه وبيقول لهم انهم يجمعوا الموارد. فبتقول ايفا ليهم انهم يبداوا بص الاشجار وجمع الخشب، فبيقول لها شيخ الالف انهم يعملوا كده، ولكن بطلنا بيقول ليهم انهم يزرعوا اشجار تانية مكان اللي يقطعوها، ولكن هم بيستغربوا وبيكونوا مش فاهمين ازاي يزرعوا الشجر. فبيستغرب بطلنا وقتها وبيقول ان واضح ان العالم بتاع اللعبه لسه بدائي وانهم ما يعرفوش حاجات كتير غير بس بناء الحصون وشويه حاجات تانية. فبتسالهم ايفا وقتها عن السحر العسكري وهل هم عارفين هو والعناصر الستة ولا لا، ولكن شيخ الالف بيقول انه ما يعرفش حاجه عن السحر دوت وانه عارف 4 عناصر وبس. وحتى ايميليا بتقول ان محدش من الامم التانية عارف يعني ايه السحر العسكري. وبيقول بطلنا ان كده الامم التانية متاخره في فهم مواضيع السحر برضه وانهم متاخرين في الزراعه والصناعه كمان. وبتقول ايفا ان كده هم ممكن يتقدموا على الممالك الباقيه لو سبقوهم في مجالات السحر المختلفه. وبتبدا ايفا تشرح لهم ازاي يزرعوا الاشجار من تاني بعد ما يقطعوها، ولكن ايميليا بتقول ان دوت هياخد وقت طويل جدا، وحتى شيخ الالف بياكد على كلامها. بس ايفا بتقول انهم هيستخدموا السحر في تسريع الموضوع دوت وان بطلنا هيساعدهم بمعرفته. وبتبدا بقى تطبل لبطلنا وبتقول انه عارف حاجات كتيره ومتقدمه عن العالم دوت. وبطلنا بيقول لها الله يخرب بيتك بطلي تطبيل، ولكن ديت بتكمل وبتقول لهم انه هيخلي المملكه بتاعتهم اكتر مملكه متطوره في العالم دوت. وايميليا بتتحمس معاها وبتقول ان الفاكهه اللي جابها بطلنا كانت جامده جدا. وهنا هي بتتكلم عن التفاح واللي بيكونوا لسه مش عارفينه لحد دلوقتي. وايفا بتاكد على كلامها وبتقول ليها انها بتحب العنب اكتر. وايميليا بتقول انها اكلته لما جابوا بطلنا وانها لقت فيه بذور كتيره جدا وقررت تزرعها وقتها، وان في نبته طلعت ساعتها بسرعه كبيره جدا. فبيتفاجئ بطلنا وقتها هو وايفا وبيقول بطلنا ان النبته المفروض كانت تطلع بشكل ابطأ من كده. وبيقول ان يمكن لانه جاب فاكهه من عالمه الحديث كان ليها نتائج مختلفه على العالم دوت. وبيفكر بعدها وبيقول انه ممكن يجيب حاجات اكتر من عالمه وبيتخيل حاجه وقتها. وبنشوف ان بتظهر في ايده عمله وكده بطلنا بيتاكد انه يقدر يجيب حاجات ويصنع حاجات كتيره جدا بسحره. وايفا بتقول ان كده هم يقدروا يطوروا مملكتهم بسرعه كبيره وبتكون مبسوطه جدا بكده. وبس كده لحد هنا نكون خلصنا اول حلقتين من الانمي بتاعنا واللي عامل زي انمي بطل السلايم شويه ولكن باحداث ابطا. وعرفونا بقى نكمل في الانمي دوت ولا لا، وعاوز اشوف كام واحد فيكم لقى شخصيه الانمي اللي في الفيديو دوت. وبس كده لا تنسوا اشتراك ويلا سلام.